رسالتي للجزائريين بشكل عام يعني تلقوا أسعد الشرعي في فرنسا في أوروبا اضربوه، اخلصوا جلده، ارصعوه، لأنه لا يمثلنا يطاول على شعبكم، وإحنا نعتذر لكم. لكن بس هذا دائما يسب الجزائر، دائما يشتم الجزائر، دائما الجزائر فشلت، دائما الجزائر فعلت، دائما الجزائر عملت تركت، دائما الجزائر غلطت. اضربوه، ارصعوه حتى يقر عنكم، وحتى ما يتلفظ ولا يعزم يتحاكى عليكم يا أهل الجزائر نهائيا. ذا ما هو مننا، وحنا متبرئين منه كيمنيين، وهو إنسان مرتزق، إنسان مع الإمارات، إنسان مع العدوان السعودي. ماذا تنتظر منه؟ تنتظر منه كل الشر، تنتظر منه أنه ينابح على كل دولة عربية. فأطالب الجزائر وأطالب أي واحد جزائري كمغير، يعني غيرة على بلده وغيرة على شعبه، اضربوه، ارصعوه. هذا أسد الشيء، اضربوه. السلام عليكم. طبعا لإخواننا الجزائريين على راسنا، والله نحن نحبهم ونعتزهم ببلد المليون ونصف المليون شهيد على رؤوسنا، وانهم كلهم فخرنا، واي عربي فخرنا. بس اسعد الشرعي هذا واحد سكران، واحد لا يمثل اليمن ولا يمثل اليمنيين بتاتا. ماذا تنتظر من واحد مجرد خارج اليمن؟ ماذا تنتظر من واحد خارج بلده؟ ماذا تنتظر من واحد يتعاطى الكوكاكين والهيروين والخمر ماذا تنتظر منه؟ هل تنتظر منه موقف وطني، موقف مشرف، موقف أنت تعتز به كيمني أو كعربي؟ لا، هذا إنسان منحط، رغم أننا كنت أعزه، بس إنسان متناقض. لا ندري ما له الجزائر. بعد الجزائر فعلوا الجزائر. قولي من دي رصعك، من دي ضربك واحد جزائري، يقول لك أيوة ساعدك تنسيه. الجزائري شعب طيب من أي جهة يا أسعد الشرعي، أنت مدعوم من أي جهة. ليش تتهجم لك على الجزائر؟ ليش واصل هجوماتك على الجزائر؟ ليش؟ ايش عملت لك الجزائر؟ ايش؟ لا تركز على هجومك لا على الجزائر واصل. يا اخي ترفع، انت انسان سياسي وانت انسان مدري مهن. بقبق لك على الحرب في اوكرانيا والجهات الخارجيه، مو تركز كل كلامك على الجزائر والجزائر. قول لي من اي مدعوم انت؟ من المغرب مدعوم ولا من اي دوله؟ الرغم من اعز المغرب والله ان شاء الله ما اريد فيك. من اي مدعوم هذا؟ من اي؟ استغفر الله واتوب اليه. ضروري يكون اسعد الشرعي يجيب لنا فيديو يوضح لنا سبب الخلافه مع الجزائر. طبعا الجزائريين لا يأبهون بنباح النابحي. هاول لك، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وهكذا ما يحملوا على إنسان